صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير في احسن حال. النهارده جايلكم فيديو جديد واهلا بكم في قناتي. انا مرمر ويلا بينا على الفيديو. بصوا يا جماعه، فاكرين البتاع اللي انا جبته معاكم في الفيديو اللي فات ده، اللي هو الشوتر شيت ده؟ عايزه اقول لكم انا اول مره اجربه والنتيجه صدمتني. بصوا انا لسه مطلعاه من غسله الوان. شايفين المنظر؟ بصوا، استنى هوريكم الفرق ما بينها وما بين واحدة نظيفة اهو قدامكم. هو بيبقى شتات كده، بصوا. شايفين ده الوان اللي هي الوانات الفاتحة. بصوا الالوان اللي اخدتها، اللي بتطبع على الهدوم وبنقعد نقول الهدوم بتهبت الهدوم بتبهت ليه. بصوا الفرق، انتوا شايفين الفرق؟ انا الاضاءة ضاربة في عيني، مش عارفة اذا كانت باينة ولا لا. اهو شايفين يا جماعة؟ خطير خطير، ب40 جنيه يعني، مش قصة. يعني لما بكون جايبة حاجة لونها اورنج احمر بينك، بعد فترة بلاقيها بتبهت كده، بهتان خفيف كده، يعني بحس ان هي مش عاجباني ومش عايزة البسها تاني. طب ليه يعني؟ طب ما احنا ممكن ننجز الموضوع ده بالحوار ده. اهو ده النوع اللي انا بستخدمه. انا مش عارفة هو مصري ولا لأ، مش عارفة هو مكتوب عليه اكيد، بس انا مش مجمعة. عامة اهو موجود في محلات كوكو اند اس كلها اهي. ده شكله عشان اللي هياخدوا سكرين ويجيبوا. اهو خطير. اديني وريتكم الفرق. تاني اجمل حاجة بقى جربتها الفترة دي، صدمتني يا جماعة بجد، هو ده. هتحس ان انتي ما مسحتيش قبل كده، هتحس ان انتي ما عطرتيش قبل كده، هتحس ان انتي في حاجات كتيرة قوي ما عملتهاش قبل كده. قبل ما تجيبيه ده، ليه 5 استخدامات: للمسح وتلميع الرخامات وتعقيم وتعطير، وطبعا غير ايه التلميع. يعني ليه كذا حاجة. ده 2 لتر، انا كنت جايباه ب75 جنيه تقريبا، وال4 لتر ب125، فيه وفر 25 جنيه. بس انا كنت عايزة اجربه، وانا جربت بالريحة دي. اسمها امواج، باين امواج البحر، اهي. في منه بالتوت وبالورد، بس انا كنت تعبت من الروايح دي، يعني بتجيلي فترة بقفل من الروايح اللي هي التقيلة شوية. ده ريحته كأنك مطهرة الدنيا، ريحة نظافة من الآخر. عارفين ريحة النظافة؟ تحفة تحفة. أنا بس مش عايزة أرغي معاكم في بداية الفيديو عشان المفروض في شغل كتير، بس يعني أنا بجد انتوا اخواتي يعلم ربنا، وما ينفعش يعني افوت عليكم حاجه زي كده. عارفه ان في ناس تعرفه لاني انا عرفته متاخر، بس في ناس اكيد زيي ما تعرفوش. فجربيه واستخدميه على ضمانتي. لو السيراميك عندك بيجير، لو بيعمل بقع ميه كده وتبقيع ميه كده وما بينشفش، هيتلمع وهينشف وهيبقى زي الفل. ولو عندك رخامه باهته لمعيها، مطبخ، حيطه، اي حاجه، تلاجة، تحفه. جربيه على ضمانتي، غير الثبات اللي فيه ده. يعني اعلان مش اعلان المفروض. فخلي بالك بقى يا شركة فريدة، ماشي؟ بس دخلت بقى كده بكل حماس، قلت قبل ما انزل لازما اكون نازلة والدنيا ورايا زي الفل. كنت شايلة الملاية بتاعت السرير والدفاية، لاني انا ما بحبش اتأخر عليهم، على طول اول باول بغيرهم. لبست كده المخدة الاول، وبعدين هبتدي البس السرير زي ما انتوا شايفين قدامكم. انا بقى عايزه اقول لكم، انا عارفه ان انا مقصره معاكم في الفيديوهات الفتره دي، بس عايزه اقول لكم الفتره دي صعبه جدا عليا بسبب تعبي. عايزاكم تدعولي، وشكرا لكل الناس اللي دخلت تدعيلي دعوه حلوه، وشكرا برضو لكل الناس اللي دخلت تشتمني وتتريق عليا وتتكلم عليا كلام محدش يعني. مش عارفه اقول لكم ايه يعني. بس انا في فيديو هعمله لكم كده، هقعد اتكلم معاكم فيه واقول لكم على اللي حصل وكل الكلام اللي انا شفته وواجهته. بصراحة يا جماعة انا مش عارفة اقول ايه. انا مش عارفة اقول ايه لواحدة
متعرفش عن اي واحدة حاجة تاني وبتشتمها، بتقولها كلام ما يتقالش، وهي متعرفش عنها حاجة، متعرفش عن حياتها حاجة، متعرفش اي حاجة عن حياتها. كل اللي انا عايزة اقوله، بلاش نحكم على الناس من شكلها، بلاش نحكم على الناس من شكلها يا جماعة. اللي جوه صعب وتقيل. ربنا عالم انا كنت بصور لكم الفيديو ده وكانت حالتي عاملة ازاي، ويمكن بعمل الاساس وسايبة كل التفاصيل المهمة. يعني ربنا اللي عالم بيا وبصحتي، فبلاش انتوا تزودوا على الناس تعبها يا جماعة. لو مش هتقولوا كلمة حلوة بلاش تكملوا. طبعا انا مسحت الارض وخلصت، بس عشان ايه انجز معاكم. قبل ما افرش السرير لما غيرت الملاية مسحت على طول وسبتها تنشف. معلش انا بس الدور داخلني وانا بجد مش قادرة اتكلم، وعندي كمية شغل انا مش عارفة هعملها امتى. سألتوني بحافظ ازاي على الاكسسوارات بتاعتي، بتفضل زي ما هي كده ما بتغيرش، بتقعد معايا بالسنين. هي حاجة بسيطة قوي كنت عايزة اعملها لكم في فيديو ريلز، وقلت احطها لكم في الفيديو ده، هعملها لكم في فيديو ريلز برضه. بصوا انا بشتري الاكسسوارات عامه تكون ستانلس ونضيفه. اي اكسسوارات تاني البلاتين العادي بيغير. في بيقولوا في منها حاجات عليها بلاتينيوم وحاجات كده جديده انا مش عارفه، بس انا عامه انا عن نفسي كمارينا بشتري الستانلس المعروف عادي جدا. بصوا انا بشتري الورق اللي هو بيبقى دوت كده، اللي بيجي مع الاكسسوارات. انا لما يعني الورقه دي بتاعت الحلقه دي اهو، ده الحلق بتاعي اهو، ده بلبسه يعني بقاله فتره معايا حلوه، برش برفيوم عليه وبيجي عليه والدنيا تمام. بعد ما بخلعه من الورقه دي، هو بيجي في الورقه دي، مفيش حلق بيجي كده يعني. بعد ما بخلعه من الورقه دي برجعه تاني فيها اهو كده، وبشيله في الورقه. استنى اوريها لكم الورقه اللي بتيجي معاها. بصوا الورقه دي، اوريكم كذا واحد برضو يعني. بصوا دول، دي ورقه تاني اهي. بصوا اهو، ده لبسته كذا مره وشفتوني بيه في الفيديوهات، يعني اللي متابعني عارف اهو. بلبسه وبسيب الورقه دي على التسريحه، بعد ما برجع بروح ايه احطها فيها كده بس. وده الغدا بتاعنا، كان جوزي جه وعملت الغدا. عملت سمك مشوي وجرجير ورز صيادية وسلطة وعيش وسمك مقلي، مكرونة وبولتي وطحينة. على السريع كده قلت اوريكم. جيت هنا كمان روقت الدولاب، كان متنعكش وكان متمرمط على الاخر. ترنجات كانت على بعضها طبعا. روقت كله وطبقته ونضفته، وكمان طلعت هنا الحاجة اللي انا مش عايزاها كلها اهي، علشان هتروح لصاحب نصيبها. وخلصت كده حتى كمان المفارش اللي من فوق خالص، استنى اوريها لكم اهي، كمان طبقتها اهي. وخلصت. عايزه اقول لكم انا عامله صفين اهو من جوه، صف كده وصف كده وصف كده علشان تشيل الحاجه. عايزه اقول لكم اغلبيه الحاجه دي كده كلها جديد. يعني فيها حاجات بصوا ما لبستهاش اهي، بصوا. بس فرتبتها، طبعا انا رتبتها كده يعني الترتيب العادي، مش مثلا الطبقه دي الطبقه، لا، لاني انا بجد زي ما انتوا سامعين صوتي اللي هيبان ان انا لسه صاحيه من النوم، بس حقيقي انا بودع زوري وحالتي كلها في ذمة الله. انا بصوا قاعده ما ورايش غير الحاجات السخنه اهي. لما تعبت، انا تعبت بجد، شكل الحاجات السخنه دي هي اللي عياني بس. وكمان عملت هنا كده نفس النظام، صفين صفين
علشان هجيب الطبقة دي كلها. الصف ده كله كده برا متطبق، كان غسيل متكوم عليا بس. ويلا بينا نخلص اللي ورانا، منضيعش وقتنا في الفاضي. عايزه اقول لكم وصلنا لاخر اليوم وانا ما قدرتش اكمل، زي ما انتوا سامعين صوتي عامل ازاي. عايزاكم تدعولي كتير يا جماعه. هعمل حاجه سخنه، وكنت جايبه المدلعه دي اهي من كنافه وبسبوسه. هاخدها مع الحاجه السخنه، هاخد معلقه كده ولا حاجه. بصوا هي اهي، بالمانجا. اعمل حاجه سخنه وخلاص. عايزاكم تدعولي لان الفتره دي صعبه عليا جدا وانا تعبانه وكل يوم تعبانه. ادعولي ادعولي زي ما بتتمنوا في حياتكم ربنا يرده لكم. مش عارفه اقول لكم ايه، بس حقيقه انا تعبانه قوي وما بخفش، ومش عارفه اقول ايه بصراحه. بس ساعات الواحد كده في حاجات بيبقى مش عارف يعمل ايه ولا يقول فيها ايه. بحب قوي الجمل اللي بتبقى موجودة فيها، بتقول اجعل اجمل جمال. لا، هي اجعل زي ما انا ما قلت، اجعل جمال ما تحب ينعكس على ما تفعل. حوض نضيف الحمد لله، مفيش فيه اي حاجة، في غير المعلقة دي. كمان هعمل الحاجة السخنة دي. كنت عايزة اعصر عليها ليمون بس مش هقدر عشان معدتي. بسمع المسلسل وهشرب الحاجة السخنة وهنام، بس كده. دلوقتي بقى هقول لكم تصبحوا على خير واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة، باي. سواء بقى بيقولوا ده حقيقة ولا لأ، المهم إن احنا نستغله صح.